السؤال بيقول هل ممكن ربنا يساوي بيني وبين واحد كان بيذاكر من اول السنه وانا لسه بادئ مثلا دلوقتي، لسه فايقه دلوقتي وهتبدا السنه، ربنا معاكم. ممكن ربنا يساوي بين الناس دي وبين حد بادئ في شهر 8 مثلا؟ دي ظاهره بتحصل عادي، وممكن لو انت بدات دلوقتي ان شاء الله السنه الجايه تبقى قاعد في نفس البنش في كليه الطب جنب زميلك اللي بدا في شهر 7 كمان مش 8. ده عدل يعني ان انا ابدا في شهر 8 وشهر 7 وواحد بادئ في شهر واحد ويلحق يخش معايا نفس الكليه؟ عادي فير جدا وما فيهوش اي مشكله، لان انت اكتسبت حاجات هو ما اكتسبهاش. اللي بدأ يا جماعه في شهر 7 وشهر 8 او اللي عموما معود نفسه على طول على المذاكره مش هيلاقي صعوبه زي شخص لسه بادئ مذاكره، الموضوع هيبقى اصعب عليه بكتير. فهو لو نجح في التحدي ده وضغط على نفسه هيضغط على نفسه اكتر منك بكتير. انت هتبقى بتراجع الكلام اللي هو لسه بيعافر فيه عشان يفهمه. هو يتخطى كل ده ويوصل، ده دليل على ان هو شخص عنده قدرات. لو ربنا شايف ان هو مش قد المكان ده مش هيحطه فيه اساسا. الشخص اللي ضغط على نفسه وقت الجد من اول يوم في السنه والتزم عشان ربنا امره بده، اكتسب حاجات كتيره جدا انت ما اكتسبتهاش، منها صفات شخصيه ومنها الثواب اللي هو اعظم بكتير. فحتى لو تساوت المجاميع مش هتتساوى العقول والثواب وطريقه تعامله هو والتزامه وبنائه لشخصيته ونظرته قدام نفسه ان هو فعلا شخص بيعرف يلتزم وبيعرف يعمل اللي عليه. طب هل معناها ان انا مش هلحق او كده؟ لا، هتلحق، بس انت اعمل اللي عليك. انت مجرد صعبت على نفسك المهمه، ما بقتش مستحيله. لكن ان انت تجيب بنفس المجموع اللي زميلك اللي بادئ من شهر 7 جابه طبيعي جدا، وتقدر تعمل ده.